كأس الأمم الأفريقية 2024 أسود الأطلس يبدأون رحلة البحث عن التاج المفقود من بوابة تنزانيا. يتجه منظار كأس الأمم الأفريقية 2024 الأربعاء إلى مدينة سان بيدرو الساحلية، حيث يبدأ أسود الأطلس رحلة البحث عن التاج القاري المفقود منذ العام 1976، ويستهلون البطولة بمباراة في متناولهم أمام تنزانيا من شأنها شحذ الشهية لافتراس أي منافس يريد الاعتراض بينهم وبين النجمة الثانية. فهل 2024 بساحل العاج في مستوى تطلعات مغرب 2022 بقطر؟ بتألق استثنائي وأداء رائع، نجح المنتخب المغربي في تحقيق انتصار ساحق على منتخب تنزانيا بنتيجة 3-0 في مستهل مشوارهما في كأس الأمم الأفريقية. هذا الأداء البارع يبرز الإمكانيات والإرادة القوية للفريق المغربي في المنافسة على اللقب القاري. بدأت البهجة للمغرب في الدقيقة 30 بتسجيل القائد رومان سايس هدفا رائعا، حيث استغل الفرصة ببراعة بعد ركلة حرة نفذها حكيم زياش. لم يتوقف الهجوم المغربي هنا، بل استمر في تكوين فرص وابتكار تحركات هجومية. عز الدين أوناحي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد تبادل كرة رائع، وتمكن النصيري من إضافة اللمسة الثالثة في الدقيقة 80 مسجلا هدفا يظهر مهارته الكبيرة في التسجيل. تألق المنتخب المغربي، لم يقتصر على التسجيل بل أظهروا تناغما فريقيا رائعا وفهما استراتيجيا عاليا، مما سيشكل إشارة إيجابية لجماهيرهم ومحبي كرة القدم. يتوجب على الفريق الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي والاستعداد للتحديات القادمة في رحلتهم في كأس الأمم الأفريقية. عبر مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي عن رضاه بعد فوز أشباله بنتيجة 3-0 أمام تنزانيا الأربعاء لحساب الجولة الأولى ضمن المجموعة السادسة من دور مجموعات كأس إفريقيا كوت ديفوار. أردنا التسجيل بسرعة، كانت لدينا بعض الفرص، لكن الهدف جاء من كرة ثابتة. لقد بذلنا قصارى جهدنا لافتتاح باب التسجيل. في بعض الأحيان خلال الشوط الثاني وافقنا على عدم امتلاك الكرة، ونجحنا في تسيير المباراة كمنتخب كبير. أشاد أوناحي بالأداء الجماعي لمنتخب بلده في المباراة. كان من المهم أن نبدأ بشكل جيد، لقد فعلنا ذلك وحققنا النقاط الثلاث. وأضاف: أنا سعيد بأداء الشخصي وأداء المنتخب ككل. لدينا منتخب جيد ونعمل بجد للحفاظ على معنوياتنا مرتفعة. أعتقد أننا مستعدون للذهاب إلى أبعد حد ممكن. هكذا علقت الصحافة الإسبانية على أداء المغرب في مستهل الكان. كتبت وسائل إعلام رياضية إسبانية اليوم الخميس: تمنيت 10 يناير أن المنتخب المغربي المتأهل لنصف نهائي مونديال قطر الماضي قدم أفضل أداء برسم اليوم الأول من منافسات المجموعة الثانية لنسخه 34 من نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار من جانبها. كتبت صحيفة آس المدريدية أن المغرب بصم على بداية جيدة في كأس الأمم الإفريقية 2024، مشيرة إلى أن أسود الأطلس هم في الواقع المرشحون الأوفر حظا الذين قدموا أفضل أداء. وأكدت أن تفوق المغرب بلا منازع على تنزانيا لم يختبر حتى حارس المرمى ياسين بونو. وأوضحت آس أن الفريق الذي يدربه وليد الركراكي لاعب راسينغ سانتاندير السابق يتمتع بالمؤهلات اللازمة لتحقيق مشوار جيد خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بفضل التوازن بين اللاعبين ذوي الخبرة مثل حكيمي، سايس، زياش وأمرابط، وأصغرهم مثل الزلزولي، بلال الخنوس وأمين عدلي آخر ممرر كرة خلال مباراة تنزانيا. ودشن المنتخب الوطني المغربي مشواره في نهائيات كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2024 بفوز مستحق على نظيره التنزاني